صور ستوري وبعدين حذفتها. اوكي، حاليا راح نجاوبكم على كل الاسئله اللي عندكم. راح نشيل المكياج معكم ونعملوا عنايه بالبشره، وفي نفس الوقت نحكي معكم ونجاوبكم على الاسئله. انا عندي في بال الاسئله اللي راح نجاوب عليها، ولكن ما نعرف، ممكن عندكم بعض الاسئله اللي حابين الجواب عليها، فسالوني في هذه الستوريات ونجاوبكم على كل الاسئله. ثانك يو. اوكي، السؤال المنتظر واللي كثير ناس سألوني اليوم عليه: هل راح تسوون عرس؟ علاش ما عملتوش عرس؟ الجواب بكل بساطة انه ما نقدروش نعملوا عرس هنا في تركيا، لانه الناس اللي نعرفوهم هنا قلال، واحنا نحوسوا طرف عائلة حسين وطرف عائلتي يلتمون كلهم في بلد واحد، واصدقائنا وعائلاتنا كلهم يلتمون ونعملوا عرس كبير. فلهذا ان شاء الله راح نقدموا فيزا. واحدة من العائلات راح تقدم فيزا على بلد، ما راحش نقول لكم اي بلد راح نعملوا فيها العرس، راح يقدموا الفيزا، وهذه الفترة تاخذ من بين 2 ل3 شهور على حسب ما قالت السفارة. فلهذا شوي تاخذ الوقت. لولا الفيزا لكنا عملنا عادي، يعني مش مشكل. الفلوس جاهزة، كل شيء جاهز الا الفيزا، فقط تجهز الفيزا وكل شيء يحضر في اسبوع. تجربة الزواج، اوكي، مش مصدقة انه تزوجت، مش مستوعبة، خاصة من نشوفه قدامي في البيت وهكا. ما نصدقش، نحس روحي في حلم، والله نحس روحي في حلم. انا مش مستوعبة لحد الساعة. المتزوجات نقول لكم نفس الشيء، ما يستقبلوهاش هذيك مباشرة في عقلهم. حتى هو مازال ما استقبلناهاش، ولكن احساس جدا جميل. تتشاركوا الاكل، الشرب، التلفزيون، كل شيء. الشخص اللي تحبيه قدامك مقابلك، احساس جدا جميل. تطبخيله، يذوق اكلك، تكوني هكا عندك هذاك الرغبة انه تطبخي اكثر، انه تعملي اكثر. يعني احساس جميل وخلاص. طبعا تغيرت روتين حياتي. راح نعطيكم مثال بسيط. مثلا انا حاليا دخلت من برا، هو باقي برا مازال ما دخلش للدار. لو انا براسي او مثل ما كنت مع ماما، من ندخل الدار نلقى الاكل جاهز، ماما تطبخ لي. ومثلا من نزلت الجزائر انا نطبخ لنفسي. وما لما ما نكونش نكون تعبانه مش قادره ان نطبخ، ما نطبخش اصلا لانه عايشه وحدي. ولكن حاليا لانه انا متزوجه فمضطره من يدخل يلقى الاكل جاهز نطبخ له. هذا مثال بسيط عن التغييرات اللي صارت في حياتي. فنعم، تتغير كل روتين حياتي، تغير كل شيء. بما انه عندي متابعين بنات فقط، فعادي نحكي لكم في هذا الموضوع. ردة فعل حسين لما شافني بدون حجاب نفس ردة فعل اي شخص يشوفني بدون حجاب، نفس الجملة. تباني اصغر وبريئة اكثر من الحجاب. الحجاب اول شي مبين كبيرة وهكا مبين عندي شخصية هكا، ولكن بلا حجاب تعطوني عمري 10 سنين. لا مش لهالدرجة، ولكن فعليا بدون حجاب صغيرة وبريئة ويتغير شكلي 100%. فلهذا شكلي بالحجاب وبدون حجاب مش نفس الشخص، حتى مش نفس الشخصية. الحاجة شوفوا حتى البخيط قاعد عليهم. الحق جلحوا. ها كويسة وانت؟ كويسة. اقول لك جا اصور ستوري. شوفوا نقول لكم امر، انا لولا ماما كانت معي طول فترة الغربة مستحيل نفكر نعيش في بلد اجنبي، مستحيل اصلا نستقر، لانه انا شخص متعلق بماما فوق ما تصوروا. يعني لو نوصف لكم راح تقولوا هي قاعدة تبالغ. انا نرقد في عبونها،
لو ما نرقدش في حضنها مستحيل نرقد. يعني نزلت فترة للجزائر والله العظيم وربي شاهد على كلامي انه يوميا الكوابيس، ونرقد حتى نرقد اوكي نرقد بالادويه تاع النوم لهذه الدرجه. فانا هذه الفتره انتقلت لبيت زوجي، عندي ايام قليله فقط من وقت العقد، ما نوصف لكمش نبكي في الليل، مازالني نبكي في الليل بسبب انه نشتاق لماما، بالرغم من انه انا تزوجت كل شيء وحسين نحبه وكل شيء، ولكن مازال ما تعودش. نتوحشهم. خلاص كبرتي، انتي كبرتي فيفي، انتي كبرتي وما عادش تعلقي بماماك، خلاص دوكا تزوجتي، خلاص تزوجتي. نحبهم. زعطوطة مازلتي صغيرة، مازلتي ذرية، خلاص دوكا تزوجتي، راكي مرا، راكي بدارك، خلاص لازم تتعودي. تخيلوا نقولكم شغلة، انه ماما لو تنام بغرفة مثلا قدامي هكا، قدامي جنبي في الغرفة المقابلة، نبكي عليها، لازم ننام في حضنها. يعني عادي جدا نحس بالأمن، نحس بالراحة، نحبها، متعلقة بها. ماما ملاك يمشي على الأرض. ماما من أعظم الناس اللي شفتهم بحياتي، حبيبتي يا عمري، أنا نحبها عشقي هذيك المرة، عشقي. ربي يخليها لنا ان شاء الله يا ربي. الخطبة صبغت شعري اوكي، وتحمست زيادة، ودرت عملت ليماج، مش عارفه كيف يقولون بالعربيه يا جماعه، هكا اللون من تحت، ولكن كانت ندمت عمري. وبعد ابد طول حياتي بعد ما نصبغش شعري طول حياتي، لانه شعري تشوط. بعد ابد رجعت شعري اسود اوكي، وبعد ابد الصبغه ما توصلش شعري. نهاية قضية هنا كانت هنا.